أهلا بيكم في مراجعة جديدة. عارف اللحظة اللي بتكون فيها لوحدك، الهواء بيخبط في وشك وضربات قلبك بتزيد ونفسك عمال يعلى وانت فاكر انك بتهرب من حاجة، لكن الحقيقة انك بتكون بتدور على نفسك. المشكلة دايما بتكون هو انا فعلا بتحسن ولا بجري في مكاني. كلنا جربنا الحماس اللي بيكون في الأول ونزلنا اشترينا طقم الجري ولا العجلة، وبعد أسبوعين الهمة بتهبط والروتين بيقتلنا. وده ليه؟ عشان بنحس إننا لوحدنا. بس النهاردة اللعبة هتتغير. النهاردة هكلمك عن التطبيق اللي مش بس بيحسب لك خطواتك، ده بيحكي قصة نجاحك. التطبيق اللي خلى الرياضة خروجة وليها جمهور كمان، تطبيق استرافا. فيلا بينا، هعرفك كل التفاصيل عن التطبيق وهعرفك التركات المستخبية واللي هتخليك تستفيد بالاستفادة القصوى من التطبيق. ما تنساش لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. وخليني اقولك في الاول ليه بنقول على سترافا انه مش مجرد عداد للخطوات. اولا الابليكيشن ده بيحلل كل نفس بتتنفسه، بيجيب لك سرعتك في كل متر، الارتفاع اللي طلعته، وحتى المجهود اللي بذلته مقارنة بالمرات اللي فاتت. كمان هتكتشف ان التطبيق ده هو السوشيال ميديا بتاع الرياضيين، ده فيسبوك بس للناس اللي بتحب الرياضة. هتشوف اصحابك عملوا ايه، هتديهم لايك بس بنكهة الرياضة، هتتحمس لما تلاقي حد سابقك في الترتيب. كمان ميزة سترافا انه بيتعامل مع الجي بي اس بذكاء، سواء بقى معاك ساعة سمارت او موبايلك بس معتمد عليه في الجي بي اس، الداتا بتاعته هي الأدق في العالم. وتعالى بقى أقولك على شوية تريكات مستخبية في التطبيق اللي لما هتاخد بالك منها هتفرق معاك. التركة الأولى وهي إنك وإنت بتجري أو إنت راكب عجل، في حتت معينة في الطريق متسجلة كمقاطع، لو عديت منها الابليكيشن بيقارن الوقت بتاعك بوقت الناس اللي عدت من هنا قبلك، وممكن تلاقي نفسك ملك الجبل لو كنت انت الأسرع طبعا. تاني تركة وهي خريطة الكنز، لو انت محتار تجري فين او ايه احسن طريق للعجل، الميزة دي بتوريك الاماكن اللي الرياضيين التانيين بيمشوا فيها كتير في منطقتك. يعني دايما هتروح في الاماكن الامان وفي احسن طرق تنفعك في طريق للعجل. تالت تركة هقولك عليها وهي ميزة الامان اولا، ودي مهمة جدا لأهلك. وانت طالع تمرينك ممكن تبعت ليهم اللينك بتاعك مكانك لايف لحد ما تروح تاني او ترجع بيتك تاني بالسلامة. التركة الرابعة وهي ميزة حلوة جدا في التطبيق ده وفعلا ميزته، وهي انك تقدر تسجل الكوتش بتاعك او عجلتك على الابليكيشن، وهو هيقولك بعد كام كيلو لازم تغير الكوتش ده عشان ما يجيلكش اصابة، او امتى العجلة بتاعتك هتحتاج لصيانة. وعاوزة اقولك ان الموضوع بسيط، نزل الابليكيشن وافتحه ودوس ريكورد وانطلق. بعد كده مش لازم تبهر حد في الاول، ابهر نفسك. حاول تدخل في تحديات شهرية بتديك أوسمة وشارات بتخليك تحس انك بطل بجد. والجميل انك هتلاقي جروبات كلابس في منطقتك، ناس بتشبهك وبيشجعوك، هيشجعوك تنزل حتى وانت مكسل. وفي النهاية لازم تقول ان الرياضة مش عقاب لجسمك، مش عقاب هتعاقب بيه جسمك على أكلة أكلتها. الرياضة هي احتفال بقدرتك إنك لسه بتقدر تتحرك وتعافر. استرافا مش هو اللي هيجري مكانك ولا هو اللي هيركب العجلة بدالك، هو بس هيوريك إنك بطل في كل مرة بتقرر فيها تخرج من باب البيت. وما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستنوني في فيديو جديد.